السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. اسعد الله مساءكم او صباحكم بكل خير. يلا نصلي على رسول الله ونعمل الجمال ده مع بعض. نعمل ايه؟ هنعمل القرص التحفة دي، القرص المبسوسة معلش لازم نغلط. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. الشكل بيتكلم عن نفسه يا شباب. هنحضر كوباية شاي بلبن بقى. اللي بيعشق الشاي بلبن، انا بحب الشاي سادة كده معلش. نحضر كوباية شاي بلبن بقى ولبن حليب بقى زي ما تحبي، وناكل بقى القرص التحفة دي. يلا نصلي على الرسول كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. طبعا شفنا المج اللي احنا في بداية الفيديو بتاع الشاي ده. أنا عملته 6 مجات يا ولاد، أو 6 كوبايات دقيق. عندك ميزان هيبقى كيلو إلا ربع معانا. بس ده طبعا 6 مجات دقيق للي ما عندهاش ميزان. حطينا عليه ايه؟ حطينا عليه نفس المج سمنة على زبدة. نفس المج ده يا ولاد سمنة على زبدة. طب انا ما عنديش زبدة، احط سمنة على زيت. طب انا ما عنديش سمنة، حط زيت. بصي متاح معاكي اي حاجة هتحطيها. والبولة دي طبعا حطينا فيها نص كوباية مية دافية. حطيت فيها معلقة وربع خميرة فورية. وحطيت 3 معالق سكر بنفس معلقة الأكل، ونص معلقة شاي صغيرة ملح. نص معلقة شاي، 3 معالق سكر. اللهم صل على حضرة النبي. معلقة وربع خميرة. عايزة تجيب الباكت بتاع الخميرة ده حلو جدا. نزلنا باللبن هنا كوباية نفس برضو المج. لبن حليب يا ولاد، كان عليه القشطة بتاعته نزلته. ما عندكش لبن حليب هاتي علبة زبادي. ما عندك لبن بودرة، حطي لبن بودرة. انا طبعا انا متاع عندي بس نسيت احطه. بس هي طلعت تحفة ما شاء الله، لان حطيت اللبن الحليب. ده كوباية لبن اللي احنا شفناها دي يا ولاد بالقشطة بتاعتها. عليها معلقتين خل، وعليها اللهم صل على حضرة النبي معلقة بيكنج باودر. نفس معلقة الأكل اللي احنا عايرنا بقى كل حاجة. تمام. معلقتين خل، عليها معلقة بيكنج باودر، عليها 3 معالق سكر، عليها نص معلقة ملح، عليها معلقة وربع خميرة. عندك الباكت الخميرة اللي هي الفورية دي هاتيها عادي. حابة تحط حتة من اللي هي البيرة مفيش مشكلة خالص. طبعا بسيتها حلو جدا، ورجعت رحت ضايفة الحاجات السايلة كلها عليها بعد ما بسيتها حلو. ما حطيتش نقطة مية. اللي انتوا شفتوه معايا ده المج مج اخدت مج ونص يعني كله على بعض. لبن على ميه دافيه. تمام. هي- هتبقى جنبك الميه تحط شويه بشويه. لان الدقيق بيفرق من اسم دقيق لاسم تاني يا ولاد. يعني مش كل دقيق زي بعضه، ومش كل دقيق بياخد ميه زي بعضه. تمام. يبقى حطينا مج زبده على سمنه. حطينا مج لبن، لبن حليب. وحطيت معلقتين وبسيت الدقيق حلو الاول. معلقتين اللهم صل على حضرة النبي. معلقتين خل، معلقة بيكنج باودر، 3 معالق سكر، معلقة وربع خميرة. أو هات الباكت الخميرة عادي خالص مفيش مشكلة. وعليها نص معلقة ملح. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، مفيش أحسن من كده. عجناها وسبتها اختمرت معانا زي ما شفناها كده. ورحت ايه قطعها بقى في الصينية. كنت دهنت الصينية شوية زيت صغيرين كده. ورحنا ايه رصين فيها. قطعت وخلصت ورحت مغطية عليها الأول. لما قطعتها كلها تضغطي بإيدك شوية، ما تضغطيش جامد عشان ما تبقاش رقيقة معاكي. يعني تضغطي ضغطة بسيطة كده عليها. وترصها بقى في الصينية، وتسيبي فراغ ما بين الواحدة والتانية عشان لسه هتختمر معانا تاني. تمام. وهنغطي عليها ونسيبها تختمر مرة تانية. هكون محضرة معلقة عسل أسود عليها. نقطتين كده فانيليا. ما عندكش فانيليا مفيش مشكلة خالص. مفيش مشكلة هتتعمل وهتبقى زي الفل ما شاء الله كده. اديت لها ضغطت عليها ضغطة بسيطة كده. وكنت حضرت بقى معلقة العسل وعليها نقطتين فانيليا من اللي هي السايلة عندي دي. بجيبها على بعضها لأن انتوا عارفين على حسب شغلي بقى بجيب الفانيليا السايلة دي حلوة جدا ما شاء الله. كنت شغلت الفرن يا ولاد ودهنتها بالفرشة زي ما شفنا كده. ودخلتها الفرن خدت لون من تحت، اللون التحفة ده. ورحت ايه مطلعها تحت الشواية اخدت اللون. وطلعتها او خرجتها من الفرن. تغطيها بفوطة عندك على طول. انت تغطيها بفوطة لان انا غطيتها بالغطا فانت بالفوطة افضل لك. لان انا عارفة انا بعمل ايه، بشيل الغطا امسحه لانها بتعرق تعمل مية ممكن تبوظ لك الويل. سيبك من اللي بتقول لك بخ مية ولا.
هي بتعرق من نفسها، مش محتاجة ان انت تبخ مية ولا حاجة. غطيها بس بفوطة نضيفة كده، فوطة نضيفة، وتسيبها ايه، هتسيب من الصينية لوحدها، وتخرجيها تسيبها تبرد، وتعبيها بألف هنا وشفا. شوفوا الجمال يا ولاد، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. الشكل بيتكلم عن نفسه فعلا والله. يلا حبايب قلبي، اللايك والشير، واللي ما عملش اشتراك يعمل، والكومنتات الجميلة، واللايك اللي انتوا بتنسوه دايما على طول يا ولاد. وربنا يا رب يجعلها سنة خير وسنة سعادة عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا يا رب. واللي في نفسه حاجة يعملها، وربنا يوفقنا جميعا. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ايه رأيكم في الجمال ده بقى؟ ما شاء الله. طبعا الجو برد ومحتاج حاجات من دي بقى، تقعدي تاكلي حاجات سخنة زي كده. انا عايزة اقول لكم البيت ما شاء الله كانت ريحته حلوة جدا. انا فتحت واحدة كده زي ما شفنا كده ما شاء الله، واكلتها وانا واقفة بكلمكم. يعني انا قطعتها كده واكلتها وانا ايه، وانا بصور مش كنت لان الفيديو طبعا كان ما شاء الله، بس سليم طبعا لازم يدخل يحط التاتش بتاعه، فعشان كده عملت له مونتاج. فيلا اللايك والشير يا حبايب قلبي، واللي ما شرفنيش في القناة يشرفني. كل حاجة هتفيدكم. انا بعمل حاجات بسيطة على قد الايه، اكلة مصرية ما شاء الله. اسم قناتي يا ريت يسعدني انكم اخواتي وحبايبي تشرفوني، الناس اللي بتحبنا، الناس اللي بتحبنا الخير. ربنا يسعد قلوبكم يا رب، ويا رب اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم. وكل سنة وانتم بألف خير، وندعو دعوة حلوة لمرضانا ومرضى المسلمين. ترحم موتانا وموتى المسلمين، وانصر اخواتنا في غزة يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، ويكفينا ويكفيكم شر المرض يا رب. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك يا رب. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. تحفة يا ولاد والله. جربوها بنفس الطريقة مش هتندموا، هتدعوا لي. والله هتدعوا لي لما تعملوا القرص بنفس طريقتي دي، هتدعوا لي ما شاء الله. أنا بحاول أبسط عشان بناتنا حبايبنا الصغيرين اللي لسه داخلين المطبخ. أنا بتكلم بسرعة معلش، أنا آسفة عشان وقت الفيديو بس معلش. أنا قصيت كتير من الفيديو على فكرة، يعني أنا مصورة حاجات تانية مرضتش أنزلها عشان الفيديو ما يبقاش طويل. ويا رب ما أكونش رغاية، ويا رب المعلومة تكون بتوصل، عشان إيه نستفاد كلنا مع بعض. ربنا يوفقنا جميعا. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، في رعاية الله وأمن.